ازيكم يا جماعه؟ في فيديو جديد معاكم نور التركي من قناه تركي تك. والنهارده مش معانا منتج ولا اتنين، النهارده معانا 3 منتجات، والتلاتة يعتبر بيأدوا نفس الوظيفه بس مع شويه اختلافات. وهي دي ال3 منتجات. المنتجات دي انا جايبها بقالي فتره وبختبر كل واحد فيهم، وبصراحه التلاتة انا بستخدمهم. تعالوا نعرف ايه انواعهم وايه المختلف بينهم. ده اول واحد هنتكلم عليه النهارده. ده انا كنت جايبه من امازون يو اس، بس بصراحه انا مش فاكر العلبه بتاعته فين، عشان كده قلت اما اطلع اوريه لكم برده كده حال تاني يعني، ونتكلم عنه سوا ونعرف ده ايه مميزاته. الاكسترنال هارد درايف ده انت ممكن تحط فيه هارد درايف بتاع البي سي اللي هو تلاقيه كبير ده. مش بس كده، ممكن تحط فيه كمان اس اس دي، وممكن تحط فيه الهارد درايف الساتا بتاع اللابتوبس، ممكن تشغل عليه التلاته عادي. بس ولا واحد من اللي معانا النهارده دول بيدعم الان في ام اي، ما بيسبورتش الان في ام اي. الاكسترنال هارد درايف اللي معانا النهارده ده بيسبورت لحد 20 تيرا بايت. ممكن تجيب هارد 20 تيرا بايت تحطه في قلب الاكسترنال هارد درايف ده وتشغله عادي جدا. ممكن تشغله كمان على اي نوع سوفت وير، ويندوز، ماك، كروم او اس، اي حاجه. ده بيشتغل على كل حاجه، بس ما بيجيش كده لوحده، بيجي معاه الشاحن بتاعه، او معنى اصح الباور سورس. ده 12 فولت، ده بتركبه هنا. طب ايه لازمه بقى الباور سورس ده؟ الباور سورس ده لازم يكون موجود علشان لو عايز تشغل الهارد درايف بتاع البي سي اللي هو الكبير ده، من غيره مش هتعرف تشغله. يعني مثلا لو وصلته بي اس بي مش هيشغله، هو اصلا ما بيشتغلش غير بالباور سورس ده. وعندك هنا فتحه ثانيه لليو اس بي، بس هو فتحه معينه، مش اي فتحه تركب فيه. والكيبل ده هو الكيبل اللي بيجي معاه في العلبه. طيب نيجي بقى للمنتج التاني معانا النهارده، وهو من شركه يو جرين برضه زي اللي فات. تعالوا نفتحه. هو ده يا جماعه، هذا الشيء الصغير، بس هو اصغر بكتير جدا من اللي فات. وده ليه سبب، ان ده ما بيدعمش الهارد درايف بتاع البي سي. ده اخره الهارد درايف اللي بيجي في اللابتوبس والاس اس دي عادي. كده كده الاس اس دي اصلا حجمه صغير مش كبير، وبيشتغل هنا عادي. هو حجمه حلو جدا بصراحه، عايز تاخده في اي حته معاك جميل جدا، مش هيعمل لك ازمه. وكمان بيجي معاه الكيبل بتاعه. الكيبل كويس جدا، ولا طويل قوي ولا قصير، مناسب. يعني مثلا لو توصله بلابتوب معاك، توصله بالبي سي، مش من نوع الكابلات اللي هو الطويله او الاوفر دي. هنا بقى ميزته ان هو ما بيجيش معاه باور ادابتر، انه طبعا مش هيشغل الهارد درايف بتاع البي سي، فمش هيحتاج كل الباور ده. ده هنا ممكن توصله عادي باللابتوب، تاخده معاك في اي حته. وكمان بيشتغل مع الويندوز ومع الماك، مع اي حاجه برضه. كده كده ال3 منتجات اللي معانا النهارده دول بيشتغلوا على اي حاجه، حتى لو عايز توصلهم على الاكس بوكس، البلاي ستيشن، عايز توصلهم بالراوتر، التلاته دول بيشتغلوا مع اي حاجه. هو بصراحه صغير، كومباكت جدا، ممكن تاخده معاك في الشنطه، تسافر بيه، تخرج بيه، تعمل اللي انت عاوزه. حجمه مش كبير يعني، يعتبر قد كف ايدك. نيجي بقى للمنتج التالت معانا النهارده، وده من شركه تانيه. ده مش يو جرين زي اللي فاتوا، ده من شركه بيسوس. شركه بيسوس انا بصراحه جبت منها كذا منتج، وفي منتجات تانية جايه على الشانل من نفس الشركه دي. الشركه دي بصراحه جميله جدا. هو برضو نفس الحجم يعتبر اللي فات، او نيجي نقارن بالحجم، الاتنين نفس الحجم بالظبط، مع اختلاف بس اليو جرين اطول سنه بسيطه. ده برضو نفس الكلام، بيسبورت الويندوز، الماك، كل حاجه، بيشغل اي نوع. وبرضو عايز توصله بلاي ستيشن، اكس بوكس، كل الكلام الجميل ده. والسبيكس بتاعت دي هي نفس بتاعت اليو جرين، الاتنين نفس الكلام بالظبط، مع اختلاف ايه بقى؟ سرعه نقل البيانات. الكيبل ده اللي بيجي مع اليو جرين، ومن الناحيه التانيه يو اس بي 3، يو اس بي العادي المعروف. ايه بقى المختلف هنا؟ ان الاكسترنال هارد درايف بتاع بيسوس بيجي معاه كيبل تايب سي لتايب سي، ما بيجيش زي اللي فات الاكسترنال هارد درايف التقليدي. هنا الفتحه بتاعته تيجي يو اس بي سي، والناحيه التانيه كمان يو اس بي سي. يعني عايز مثلا حتى توصله بالموبايل هيشتغل عادي جدا. بس هنا بقى سرعه نقل البيانات اسرع شويه، مش بفرق شاسع يعني، مش اللي هو الاختلاف الجذري اللي انا ممكن اجيب ده على مكان ده، بس يعني هو اسرع حاجه بسيطه طبعا. عشان ايه؟ اليو اس بي سي. الاثنين دول ممكن تحط فيهم هارد ديسك لحد 6 تيرا بايت. 6 تيرا ممكن تحطهم في الحاجات الصغيره جدا دي. بصراحه منتجات ظريفه جدا، والخامه بتاعتها حلوه، وكومباكت جدا، ممكن تاخدهم معاك في اي حته، مش هياخدوا معاك مساحه كبيره يعني. الاثنين صغيرين جدا، بس لو هتخرج او هتسافر بيه انصحك بالاثنين دول. الاثنين دول صغيرين جدا في الحجم،
انما ده بصراحه وحش، حجمه كبير جدا، ولازم كمان معاه الباور ادابتور والكيبل بتاعه، فانت هتمشي شويه حاجات حلوين. وهنا بقى المنتج بتاع اليو جرين ده فيه زرار ممكن تشغله بيه تطفيه، وبيجي معاه هنا زي ليد كده صغير يعرفك اذا كان بيشتغل ولا لا. وجوه ده تحديدا انا قلت لكم في الاول ان ده مختلف عن الاثنين التانيين، في حاجه تانية هنا مختلفه غير الزرار. في جواها هنا شيب صغيره، ده هنا مسؤول عن ايه؟ ان هو مثلا المنتج ده لو انت سبته شغال كتير جدا وفي نفس الوقت انت مش مشغله، يعني انت مثلا نسيته دخلت نمت رحت عملت اي حاجه، في هنا تشيبايه مخصوص انها لو اشتغلت كتير ممكن تطفيه اوتوماتيك من غير ما انت تروح تطفيه، وبدل ما تفضل مشغله على الفاضي. هنا الشبايه دي هي المسؤوله عن كل حاجه، هي المسؤوله عن نقل البيانات، وهي المسؤوله عن انها تطفي الجهاز ده لو سبته مثلا فتره طويله وانت ما استخدمتوش. مش لازم كمان تدوس على الزرار، والزرار بتاعه كليكي جدا بصراحه، صوته حلو. والمنتجات التانية دي برضو بيجي فيها حته ليد كده عشان تعرفك هو شغال ولا لا، بيقرا ولا لا، او بينقل حتى بيانات ولا لا. وبصراحه الثلاثه دول ينفعوا جدا. يعني مثلا لو عندك في البي سي مفيش مثلا مكان ان انت تحط هارد زياده، ممكن تحطه في الشيء ده. لو مثلا اللابتوب بتاعك غيرت الهارد بتاعه او جبت هارد تاني وما عندكش مكان للتخزين فيه، ممكن تحطه في المنتجين التانيين دول، او حتى تجيب ده تحطه فيه. طيب السرعه بقى بتاعت نقل البيانات في كل واحد في دول، بص هي تفرق من ناحيه الهارد اللي محطوط في كل واحد في دول. يعني مثلا لو انت حاطط ساتا، حاطط اس اس دي، بتختلف عن انهي هارد ساتا انت حاطه، وبتختلف عن انهي هارد اس اس دي انت حاطه. فانا بصراحه مش عارف احط لكم انهي قرايه، ان انا عندي هاردات كتير وفي نفس الوقت كل واحده فيهم طالعه بقرايه مختلفه. بس بصراحه انا ما حسيتش في المنتجات دي ان انا مثلا مركب هارد اكسترنال او حاجه، لا كاني حاطط الهاردات في قلب البي سي او اللابتوب نفسه، ان سرعتهم بصراحه عاليه. وعلى حسب برضو زي ما قلت انت حاطط اس اس دي ولا حاطط ساتا او اتش دي دي. وادي يا جماعه المنتجات اللي معانا النهارده دي، ادي اللي من شركه يو جرين الصغير، وانا حاطط فيه هارد نجربه. بس انا حاطط فيه هارد اللي هو بتاع اللابتوب العادي، مش هارد اس اس دي، عشان ده زياده عندي. انا كل الهاردات الزياده عندي بصراحه قلت اما اشغلها، فجبت لهم الاجهزه دي. الخامه بتاعتهم حلوه جدا، ماتيريال معدن، وادي هو من الظهر protect what you love. لا بصراحه المنتج كويس جدا، هو بس عيبه الوحيد طريقته في الفتح. بس هي ايه، اكتشفت لها طريقه سهله جدا، ان انت تدوس في النص كده تشد على طول. وده هنا بيجيب حته كده ال LED عشان يبين اذا كان شغال ولا لا، او بينقل داتا ولا لا. وهنا المدخل بتاعه اللي بيجي معاه الكيبل ده من الناحيه التانية، USB تايب A العادي 3. تمام، نشوف بقى تاني واحد معانا النهارده، هو من شركه بيسوس اهو. ده بيجي في فتحه تايب سي، وده الكيبل بتاعه من لو سمحت من تايب سي لتايب سي. وبصراحة بشكله إليجنت جدا. ودي بيسوس اهي، هما التلاتة لونهم أسود مطفي، بس بيسوس هنا بتيجي حتة كده بتلمع، وده الحتة ال LED بتاعته. أنا بصراحة ما بحبش أشيل قوي الستيكر ده عشان الحتة دي جلوسي فبتتخربش بسهولة جدا، فما انصحش حد إن هو يشيلها. يعني مفيش إلا ده بس هو اللي شلت فيه الستيكر ده، وهو بدأ إيه يتجرح. هنجيله دلوقتي. ودي هو شكله من الظهر، شكله بسيط جدا، بس لازم ايه تنشف عليهم شوية. هنا ده برضو كان هارد من توشيبا زيادة عندي، قلت اما اشغله. بصراحة شكله ظريف جدا ولونه حلو جدا، بس ده مش زي اللي فات. ده بيجي بلاستيك شوية، بس بلاستيك تقيل، يعني مش من نوع البلاستيك اللي هو تدوس عليه يتكسر على طول. بس خامته حلوة جدا بصراحة، يعني هي بلاستيك بس ظريفة جدا. تمام، نيجي بقى لتالت واحد، العملاق. حجمه كبير فعلا، يعني مثلا ايدي لا كبير. هنا بقى بيجي بزرار عشان تشغله او تطفيه، وهنا طبعا الشريط بتاع الليد اللي يعرفك هو شغال ولا لا، وهنا فتحة الكيبل اللي بتيجي معاه، وهنا مدخل ال 12 فولت بتاع الباور سورس. وده من الظهر، هو حجمه كبير بصراحة، حجمه عملاق بالنسبة للباقي.
عندي تاني واحد بتاع يوكرين برضو، فرق شاسع، فرق كبير أوي بينهم. بس لو عندك هارد الكبير اللي هو 3.5 بتاع البي سي، طبيعي تجيب ده، لأن طبعا الاتنين التانيين مفهومش أصلا مكان إنه يتحط فيه. يعني ممكن مثلا تلاقي الهارد أصلا أكبر من الجهاز كله، قده مرة ونص مثلا. وادي المنتج اللي فوقكم، ادي اهو من جوه. ممكن تحط فيه اس اس دي عادي او هارد درايف 3.5 او 2.5. بصراحة ظريف جدا. هو مطرب بس شوية معلش، بقالي فترة ما استخدمتوش، عشان بصراحة أنا بستخدم الاتنين التانيين عشان الهاردات الصغيرة عندي أكتر. وبرضه الماتيريال بتاعته من بلاستيك، بس البلاستيك اللي هو الناشف. بس وده كان نهاية فيديو النهاردة. يا رب ما كنتش طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك شير وسبسكرايب وتشغلوا زر الجرس. كان في فيديو جاي عن منتجات بيسوس قريب، وبس مش منتجات بيسوس، في مقارنة جاية بين كذا منتج جاي من بيسوس مع منتجات تانية. الفيديو جاي على طول، فما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل عشان تشوف الفيديو ده. سلام.